يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام، متابعين برنامجنا برنامج وجع الروح. هي البرنامج اللي بيعالج قضايا إنسانية وبتناول قضايا مجتمعية. نحن اليوم في بيت الأخ أبو محمود في منطقة غزة الشيخ رضوان. زرنا وشفنا معاناته ومأساته في بيته. البيت للإيجار. ما في أي دخل عليه، عنده مشاكل مادية كتير، وعنده طفل مريض بعاني من مرض مزمن منذ أكثر من عام. طبعا احنا حابين نفتح المجال لاخونا ابو محمود لحتى يحكي عن واقعه، يحكي عن معاناته للناس، ويخاطب اصحاب القلوب الرحيمه. يعطيك العافيه ابو محمود. الله يعافيك. ابو محمود، احكي لنا من وين بلشت المشكله، شو معاناتك بالضبط؟ يعني انت من وين الخلل في عندك؟ والله أنا يعني أول ما اتجوزت كنت عايش مع أهلي، صارت مشاكل وطلعت بالأجار وحالتنا بسيطة احنا جدا على الآخر. الحمد لله ربنا رزقني بأولاد، بس عندي ولدي ابني الصغير هذا اللي اجا عنده مشاكل في دماغه، وبقاله سنة على الحال، هذا مرمي في المستشفيات. وعلى قد ما بقدر أنا بساعد، لكن ما فيش إمكانية بالمرة. زي ما أنت شايف الدار عندي التلاجة خربانة، ما فيش أكل، فيش تلفزيون عندي، طاقم ما فيش عندي، بننام على الأرض زي ما أنت شايف. حرامات يعني لولا جيراننا شحتونا حرامات من عندهم مستعمل ومشينا حالنا بيهم. زي ما أنت شايف الوضع، وأنا بعاني من الغضروف، يعني غضروف بقدرش أوقات، يعني بنام على الفرش بقدرش أقوم. عندي مرة عندها مشاكل في عينيها، يعني مش قادر أعالجها، علاج مش قادر أجيب لها علاج. ابني الصغير علاج مش قادر أجيب له إياه. صاحب الدار كل يوم بيطلب بأجار الدار، بده مني فوق 4000 شيكل، وأنا مش قادر أديله. أنا قد ما قدرت بمشي معاه، لكن ما فيش إمكانية، فيش دخل. والحياة زي ما أنت شايف في غزة، يعني الحياة كل مدى بتصعب، قاعدة لورا مش بتقدم. وابن اللي يعني عندي ابني مطلعته من المدرسة، والله مقعد ومش عارف، مش قادر أدي مصروف أديه على المدرسة. يعني بيجي بيقول لي يابا بدي مصروفي زي الأولاد، بقول له منين يابا ما أنت شايف الحال. وشفت أنت يعني الوضع زي ما أنت شايف على الحال هذا، ومش قادر يعني قد ما بقدر، ما فيش إمكانية. يعني بسعى حاولت أروح أسجل في الشؤون، برضه فيش. يعني بدك واسطة، بدك تمشي عشان تسجل، مش قادر ايش اسوي. يعني المستشفى ابني روحته من المستشفى على مسؤوليتي انا، روحته على الدار ومش قادر اجيب له علاجه مش قادر اجيبه، مش عارف ايش اسوي. فاطلب يعني من الناس اذا بتقدر تساعدني لو شقة حتى اسكن فيها. بحاول اشتغل اي شغلة بس بقدرش، بشتغل يوم بقعد 10 ايام بعدين بقدرش اعمل اشي، ظهري بيشد علي من الغضروف، بقدرش اعمل اشي، بقدرش يعني احمل حاجة اسير. بضطر اقعد في الدار. يعني لو اشتغلت يوم دخلت فيه 30 شيكل، ايش بدهم يعملوا 30 شيكل؟ اجار دار ولا اكل ولا شرب ولا ايش بدهم بالضبط؟ فيش امكانية دخل. والله يعني اليوم بالصدفة اتخانقت انا ومرة وشردت طلعت برا الدار، يعني معيش مصاري اديهم، مش قادر يعني بدي اشرد منهم، بضطر اقعد برا في الشارع، مش عارف ايش اسوي. بروح لهذا بقول لي في الخير ومحدش بيساعد، يعني مش عارف ايش اسوي. وهي من شوية اجى صاحب الدار بطلب اجار الدار، انا ما عايش اديله، بديله مهلة لاسبوعين عشان المصاري يطلعني في الشارع. ايش اسوي انا؟ منين بدي اجيب؟ انا كنت عايش برا، بس بلدي الاصل فلسطين، ورجعت البلد على الفاضي. يعني اجر الهان ما حدش بيكلمني.
يعني اكل ما في البيت. فيش اكل، فيش اشي. يعني لو تروح تقوم تفتح الثلاجة تشوفها فاضية، الثلاجة حتى خربانة معيش مصاري اصلحها. تلفزيون، ولد نفسه يتفرج على التلفزيون، ما عنديش تلفزيون، مش قادر اجيب له تلفزيون. بيقول طيب العلاجات منو بتجيب للطفل؟ والله في علاجات على ما بقدر، بس بجيبها من السويد، من المستوصف. بس العلاجات التانية بقدرش اجيبها. يعني في عندك دواء بهذا بكل التشنج، صعب تلاقيه. بتلاقيه لو فيت غزة كلها بتلاقوهوش، وغير هيك لو لقيته بدك 50 شيكل حقه. طب منين اجيب 50 شيكل انا؟ يعني لولا المستشفى بتحاول، يعني لو بقيت المرة في المستشفى في الدار، بقيتها في المستشفى بالولد عشان تمشي معايا. لولا المستشفى وحتى التأمين، حتى التأمين تبعي منتهي، مش عارف اروح اجدده. طالبين المستشفى بدهم مش معيش، منين اجيب لهم تأمين انا؟ منين اجيب مصاري؟ كله قاعد بطلب، هذا بطلب، الدكانة بدها مني 250 شيكل دين، بشرد منه، قاعد بلف اللفة من الشارع عشان اعدي الناحية التانية. فيش حد بيسأل على حدا. مش عارف ايش اسوي انا. يعني ماليش الا الله والناس بس يحنوا علينا، بيساعدونا، حتى لو بشق استر حالي فيها. الولد والله قاعد باله حوالي من شهر، بوت شبشب مش قادر اشتري له اياه. بقول يا بدي شبشب اطلع فيه، بقول له منين يابا؟ ما انت شايف منين بدي اجيب لك؟ يعني يعني قاعد يعني الولد بده شبشب مع كاش تجيبه. معيش اجيب له شبشب، معيش. هي الولد هذا حتى بامبز ما قادر اشتري له، بامبز حقه 10 شيكل ما قادر اجيبه. والله بطالب انا من الناس، يعني لو قد ما يقدر يساعدوني. انا يعني ابني مش قادر، انا بكلمك جد فعلا، انا ابني المريض هذا مش قادر اعمل له اشي. يعني حاولت اسافره برا، ما فيش. منين بدي اسافره؟ بقول لك بدك واسطة وبدك مصاري، طب منين بدي اجيب انا؟ هان قاعدين بيعملوا عليه تجارب في الشفاء. الولد ابني عاملين له تجارب، بحط بربيش ارفع بربيش، حط بربيش ارفع، والولد زي ما هو كل مدى بيرجع لورا قاعد. بدل ما بيتحسن قاعد بيرجع. يعني من حوالي اسبوعين 3 الولد كان هيموت فيها، لولا ستر رب العالمين هو اللي انقذه من عنده. الولد يعني الدكتور ولا هنعمل لك اللي بنقدر عليه. طب ايش اللي بتقدر عليه؟ طب يا عم حولوه برا، بيقول لك لا. طب ليش؟ ايش معنى؟ يعني عشان فيش واسطة الي؟ ما فيش حد واقف جنبي يساعدني؟ وعشان خلص كل واحد له واسطة بيسافر، اللي ملوش واسطة بضل قاعد في غزة مرمي هان. طب ابن هذا المريض ايش اسوي له انا؟ ايش اعمل فيه؟ يعني العلاج مش قادر اجيبه، والله العلاج مش قادر اجيبه. برضه بدي عملية لأني ما أنا قادر أعمل لها عملية كمان. عملية ما أنا قادر كتير، بدنا نسافر أنا أعمل لها عملية برا، ما فيش شيء. عندها مرة رايحة، إيش أسوي؟ إيش أعمل؟ مش عارف. طيب يا عم ان شاء الله هيك ربنا يكون بعونك وتكون فاتحة خير عليك يا رب ان شاء الله. يعني اكيد احنا مش حنتركك، واكيد اهل الخير مش حيتركوك. دموعك اكيد لا تقدر بثمن، هي غالية علينا، وان شاء الله
تكون انفراجة لك لحتى تطوي هي الصفحة الأليمة. وأكيد يا جماعة يعني إحنا شفنا حجم المعاناة، شفنا حجم الويلات صراحة. يعني كل اللغات تسقط أمام هي الدموع. راجل يستنجد بالله، يستنجد بأصحاب القلوب الرحيمة لحتى ينقذوه من الوحل الأسود، من هي الظلام اللي استوطن قلبه مبكرا رغم أنه شاب، ولكن الأمراض استوطنت قلبه واستوطنت قلب عائلته. نتمنى من كل إنسان شريف، كل إنسان رحيم، كل إنسان رؤوف أن يرأف بهذه العائلة لحتى ينقذها من هي الظلام الدامس، ونكون بداية جديدة وانفتاحة جديدة إن شاء الله على حياة مشرقة بإذن الله تعالى. أكيد ابنه بحاجة لعلاج، زوجته بحاجة لعمليات، وهو أيضا بحاجة إلى فرصة عمل تكون مريحة لأنه هو راجل مريض ما بيقدر يشتغل شغل مرهق. أتمنى من الله أن تصل هي رسالة لأصحاب القلوب الرحيمة وكل إنسان يتحلى روح الإنسانية. يعطيك ألف عافية، وكان الله بعونك يا عم، كان الله بعونك.